في هذا الفيديو غادي نوجه تحذير وإنذار للمغربيات، وغادي نحدد هذه الفئة من المغربيات باش ما يجيش شي حد ويقول لي أنني أعمم. لا، ما كنعممش. أنا كنخاطب، ولا هذا الخطاب ديالي موجه تحديدا للمغربيات المنبطحات واللي ماشيين في هذه موجة الانبطاح والتسيب مع الأجانب، واللي أصبحوا هذا النوع من المغربيات أصبحوا فئة كبيرة ماشي فئة قليلة. كنشوفوهم في الجروبات في الفيسبوك، كنشوفوهم في اليوتيوب، كنشوفوهم حتى في القنوات التلفزيونية. يعني أصبحوا كثروا بحال الفطر، بحال السرطان، وانتشروا واحد الانتشار خطير ومخيف. هاد الناس هادو كنقول لهم، كنوجه لهم تحذير شديد اللهجة وخطاب وإنذار بأنه نهايتكم غادي تكون نهاية وخيمة جدا جدا. هذا الطريق نتوما اللي غادي فيه غادي تكون نهايته واحد المأساة وواحد العار ما عمره غادي تلحق. آه كنشوفوا هذا التجرؤ اللي ولا عندكم، وليتو كتعلنوا على انه ديروا قنوات يوتيوب وتمشيوا مع الاجانب وتديروا فيديوهات في اماكن خاصه داخل البيوت ولا حتى في اماكن عامه، وكتعلنوها بشكل مجاهر انكم مع الاجانب وكتبغيو الاجانب. وماشي غير هذا، وليتو باعاز من منظمات يمكن نسميها بالفيمينيست او جهات شيطانيه هي التي تحرككم وتشجعكم. انتم طبعا غاديين مع الموجه، ما عارفينش شكون اللي كينشر هاد الظاهره الخبيثه، ولكن هناك اطراف منظمين كينشروا هذا الشيء. انا تنقولها وكتحمل مسؤوليته. هناك اطراف منظمين وبل وعندهم غرفه عمليات وعندهم مخطط جاهز باش يوصلوا المغربيات لهذه النتيجه. شفناهم منذ بدايته، منذ طلقه هذيك سارة كول ومايا دباش وهاد الصفحات كاين انستغرام وصفحات الفيسبوك. ها مغربيه حره، مغربيه اجمل نساء الكون، وصبحوا يديروا والصفحات اللي الميكس، الصفحات اللي مغربيات كيحطوا الصور ديالهم مزوجين بمختلف الجنسيات. زيد عليهم الجروبات اللي انتشروا بحال الفطر، جروبات نسائيه ديال المراهقات كي كيهضروا غير على المسائل ديال الجنس، ويهضروا على الفاحشه، ولا يهضروا كيجاهروا بانهم كيجاهروا بالحب الاجانب، وكيسبوا والسب، يعني السب الكثير في الرجل المغربي ويخرجوا فيه جميع العيوب. يعني هذه بالجروبات بالمئات، يعني جروبات كثيره وصفحات انستغرام كثيره وفيسبوك كثيره. ما يمكنش يكون هذا الشيء كله صدفه. ولو كيخرجوا الاعلام ولو عندهم بحال ديك مايا دباش، هذيك سارة كول وغيرهم، ما يمكنش هذا الشيء يكون صدفه. شي حاجه مخطط لها. زيد عليها اصبح هناك مواقع الكترونيه كتروج صراحه. كل مره كتجيب مغربيه مزوجه اجنبي وكيجيو كيخرجوا علينا مثل الموقع ديال لالا فاطمه، لالا مولاتي، ديك المواقع المجلات النسائيه، ولاو كيخرجوا حتى شوف تي في هيستري. هذاك ولاو يعني واحد المنظومه متكامله اعطتنا هذه النتيجه اللي هي انفتاح المغربيات سواء داخل المغرب او خارج المغرب مع الاجانب، واللي ما بقاتش شيء معزول، لا انتشرت بواحد الانتشار خطير جدا جدا جدا، لدرجه انني في اليوتيوب غير بالصدفه كنلقى قناه يوتيوب مغربيه مع كل نهار كنلقى شي جنسيه، مره مغربيه، مره مغربيه مع عراقي، مره مع سنغالي، مره مع بنغالي. لدرجه واحد المره لقيت مغربيه قالت لك مع صومالي، وقالت لك انا عشقت يا ناس، عشقت صومال يا ناس. لا حول ولا قوه. شوفوا فين وصلتوا، شوفوا فين وصلتوا. اما هذوك ديال السواعده فحدث ولا حرج، والاتراك والمصريين، وزيدوا زيدوا
وزيد و... وانا كنقول لهاد البنات هادو فين بغيتو توصلوا بينا، وانتم فين بغيتو توصلوا بينا وفين بغيتو توصلوا بكم. لانه راه سمعه المغربيه اصبحت سمعتها في الحضيض، اصبحت سمعه موسخه. دوله المغرب بنفسها اصبحت سمعه، يعني السمعه كلشي كيسب المغرب. المغرب ما بقاش عنده قيمه، ولا البنت ولا المراه المغربيه ما بقاتش عندها قيمه. انا بغيت نسولكم فين غادي توصلوا؟ شنو النتيجه ديال هادشي؟ فين غاديين؟ نتوما غاديين في واحد الطريق، ولكن انا اتساءل ما هي النتيجه؟ ما هي النتيجه ديال هاد الالاف المؤلفه من المغربيات اللي في تركيا، اللي في داخل المغرب، اللي في اوروبا؟ والمصيبه انه ما بقاتش سلوك منعزل، لا، ولا اصبح السلوك عام، لدرجه انه المغربيات في امريكا يصلنا اخبار انهم ما كيبغيوش يتزوجوا مغاربه. قال لك يمشي يجيب لك واحد من مصر ويجيبوه لامريكا، ويمشيو يجيبوا واحد من لبنان ولا من السودان ولا من عرفتي، وما يتزوجوش مغربي. هذا في امريكا. وفي اوروبا نفس الشيء. وفي دابا هادشي انتشر داخل المغرب نفسه، مع هاد العرارم ديال هاد الافارقه ولاو وكاين شي مغاربات كيجيبوا لك السوريين والمصريين ويدخلوهم المغرب، كما هذاك الفلسطيني اللي جابوه، وزيد 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 وزيد. هنا اتساءل، هاد المغربيات هادو كيديروا هاد الشيء ب... بوعي، برغبه، وانا كتساءل ما هي النتيجه؟ انا نقول لكم شنو النتيجه غتوصل. المغربيات من هنا ل10 سنوات بالكثير غادي يصبحوا مثل الغجر. المغربيات غادي يصبحوا مثل الغجر، غيكون واحد مشتتين في جميع انحاء العالم. هذه اولا. ثانيا، ما غاديش يعرفوا اصلهم. المغربيات ما يبقاش عندهم اصل. المغربيه ما غتبقى عندها لا اصل لا فصل. علاش؟ لانه الالاف المؤلفه كتزوجوا من جميع الجنسيات. هناك البنغالي، سنغالي، سوداني، هذا يعني اختلاط الالوان، اختلاط الانساب، اختلاط الانساب وضياع الاصول. في الاخر ما تلقاو راسكم وليتوا بحال الغجر، ما بقاش عندكم اصل، وهاد الاطفال ديالكم ما يبقاش غيكونوا اطفال غير معروف الهويه، لانهم من الفئات المهجنه، سواء هذوك اللي في اوروبا ولا هذوك اللي في المغرب ولا اللي في تركيا ولا اي بلاد. اللي هاد المغربيات كيمارسوا هاد الانبطاح وهاد التسيب مع الاجانب، هذه غتكون من نتائجها الخطيره. وانا تنقول لكم المغربيه بنفسها غادي تنقرض. هذا الاتجاه فين غادي؟ سيؤدي الى انقراض المغربيه والهويه المغربيه كلها، والبنت المغربيه ما غتبقاش. غتصبحوا واحد الهجين ديال الصوماليه، ديال السنغاليه، بنغاليه، ديال المصريه، السعوديه، تركيا. ما غيبقاش عندكم اصل. هذا هو يكون غتكونوا بحال الغجر. هذا الشيء علاش قلت لكم غتوليو بحال الغجر، لان الغجر مشتتين في جميع انحاء العالم وما عارفينش اصلهم. هذا هو مصيركم، ماشي غير فقط هكذا، لا. راه هاد الافعال اللي كديروا، وهاد الاستفزازات وهاد الابتزازات وهاد الجروبات اللي كتجمعوا فيها، وهاد الفيديوهات اللي كديروا للاستفزاز، راكم راكمتوا واحد الطاقه سلبيه، ديال الطاقات ديال الاستفزاز، طاقه ديال الابتزاز، طاقه ديال النكران الاصل. هادو جمعتوا واحد الطاقه سلبيه كبيره، يعني راه كتسناكم واحد الكارما خطيره. اللي ما كيعرفش ما معنى قانون الكارما، اللي هو قانون كوني، داك الشيء اللي كدير سواء ايجابي او سلبي غادي تخلصوا. يعني هاد الطاقه اللي جمعتوا واحد الطاقه سلبيه كبيره، غادي ترتد عليكم، وغادي تكون عندكم واحد المصائب ما عمركم شفتوها في حياتكم. يعني واحد المصائب كبيره غادي تحصل لكم، وراه ولينا كنشوفوا بعض من علاماتها. ولكن غيطرا لكم في المستقبل غتكون المصائب كثيره، غيطرا لكم بزاف ديال المصائب بسبب هاد الانحرافات وهاد الاستفزازات. يعني كتراكموا واحد الطاقه كبرى. ثانيا، لا تنسوا بانكم يا مغربيات، وهنا اخاطب هاد البنات هادو اللي غاديين في موجة الانبطاح والتسيب مع الاجنبي، لا تنسوا بانكم راكم اصبحتم من اتباع الاعور الدجال.
كاين شي ناس غايقول لك هذا الشيء اساطير. لا، ماشي اساطير، هذا الشيء موجود في الاسلام، الاعور الدجال. غير انا عندي فهمي الخاص لهذه قضيه الاعور الدجال. والاعور الدجال انا ما كنعتبروش بانه شخص عور وكيطير كما يقال. انا كنعتبر هاد الاوصاف مجرد وصف مجازي، يعني ماشي حرفيا هو كيطير او لا شيء من هذا القبيل. او لا هو بانه اكبر اتباعه حسب ما قال الرسول، اكبر اتباع اعور الدجال هم النساء. بالنسبه لي انا شخصيا تحليلي لهذا الموضوع، اعور الدجال هي منظمه الماسونيه. اما كلمه الاعور الدجال هي مجرد تعبير مجازي عن هذا النظام العالمي الجديد، لا يكون فيه البلقنه وال- وهذا لان المنظمه الماسونيه اللي هما حزب الشيطان عندهم الشعار ديالهم هو العين. نتمنى كل واحد يمشي يتعرف على هذه المنظمه ويشوفوا الشعار ديالهم. عندهم شعار عين واحده. العين واحده هي كترمز للدجال، انه اعور عنده عين واحده، فهي هذا رمز من رموز الماسونيه. الماسونيه شنو كتروج حاليا في العالم؟ الماسونيه كتروج حاليا في العالم عده امور خطيره، منها تدمير الاسره، تدمير الهويه القوميه والعرقيه، تدمير الاديان من اجل إقامة نظام عالمي جديد. بالنسبة لهم ما يقدروش يديروا هذا النظام العالمي الماسوني الجديد إلا بمحو الأعراق. فمن هنا جات الأجندة ولا جات الترويج المكثف للماسونية لقضية التهجين العرقي والزواج المختلط. ماشي هو الزواج المختلط العادي اللي كيعرفوه الناس، ولكن هو كيخططوا لمحو الأعراق. وهذا لو شفتوه في اوروبا ولا مشيتوا للدول الاوروبيه الغربيه، راه كيديروا دائما كتلقى في الاشهارات ديالهم او في الاعلان تيحطوا رجل اسود مع امراه بيضاء دائما، سواء في الاشهارات في الاعلانات التجاريه ولا في الشارع. هذه من اجندات التهجين العرقي اللي كتروجها المنظمه الماسونيه عبر اذرعها لانها متحكمه في الاعلام والاعلام الغربي كله، فكتروج لهذه القضيه ديال التهجير العرقي ومحو الاعراق. وكما نلاحظ الان ان المراهقات والمغربيات حاليا اصبحوا كلهم متابعين هذه الموضه. كما قلت في الاول هي موجه، هما متابعينها يعني تقريبا اذا شفتي فالمغربيات هم الاكثر فيما يسمى بالعالم العربي، هم الاكثر اللي متبعين هذه الموجه ديال الزواج المختلط، واللي كتمشي جميع الجروبات سواء العربيه ولا حتى الاجنبيه. يمكن كتلقى المغربيات كيعرضوا نفسهم على الاجانب، والمغربيات دايرين قنوات مع الاجانب، والمغربيات كيتزوجوا الاجانب، والمغربيات كيسبوا ولاد بلادهم وكذا وكذا. هذا تحديدا ما قاله الرسول بانه اكثر اتباع الاعور الدجال هم النساء. راه هذا هو الاعور الدجال. خصكم تعرفوا النظام العالمي الجديد ديال الماسونيه هو الاعور الدجال. دابا المغربيات الكثير منهم متابعين هذا النظام العالمي الجديد ديال الماسونيه. فانتم يا مغربيات راه غاديين في طريق الشيطان، غاديين في طريق الشيطان وانتم تابعينه، متابعين، لان هذه هي الموضه ديال النظام العالمي الجديد التهجين العرقي والزواج المختلط، فانتم تابعينها. في الاخير غادي تلقاو راسكم بدون اصل، بدون فصل، بدون هويه، بدون كرامه. الان كتشوف جميع المواقع الالكترونيه وفي الجروبات العربيه كلشي كيسب المغربيات. ها السعودي يسب المغربيه، والمصري يسب المغربيه، حتى الافارقه ولاو كيسبوا المغربيات. علاش اسيدي؟ علاش كلشي كيسب المغربيات؟ لان المغربيات صبحوا متاحين لجميع هذه الجنسيات. خصكم تعرفوا بان الشيء المتاح للجميع كيصبح شيء رخيص، الشيء الغالي ما كيكونش متاح للجميع. علاش دوك الشرقيين ولا السعوديين ما كيسبوش الشيشانيات؟ الشيشانيات ما يقدروش يوصلوا لها، يقدروا يوصلوا للمغربيات، داكشي علاش كيسبوا المغربيه. فانتم يا منبطحات للاجانب جبتوا لنفسكم الذل والعار، وجبتوا للبلاد ديالنا الذل والعار. فلهذا كنقول لكم انكم غاديين في واحد الطريق ديال الشيطان، طريق اللي غادي فيه ما غاديش ترجعكم، يعني هي الطريق اللي كتودي وما كترجعش.
انت غادي تخرجوا من الهويه والانتماء المغربي، ولكن ما غاديش تقدروا ترجعوا ليه في يوم اخر. الاصل النسل متصل من الاحفاد للاباء. عندما تقطعون نسل الاجداد انتهى امركم، ما بقيتوش لا تمثل ما كتمثلون بحتى صله. لا نعرفكم، ما كتعرفونا، ما نعرفكم. هذه رساله لكل المغربيات اللي منباطحين للاجانب. انا كنقول لكم بانه مصيركم غيكون واحد المصير خبيث، واحد المصير اسود، ما غاديش تقدروا تخرجوا منه. مصير ما فيهش رجوع. وحنا غنستعرضوا بعض الفيديوهات. ها هي مثلا هذا النموذج الفيديوهات اللي كنقولوا ديال بالقناه، ومنهم الكثير. هذا فقط بالصدفه لقيتها. وهذا نموذج من هذه ديال المغربيات. هذا مصري، مغربيات في امريكان جات مصر، بلاص ما تزوج مغربي كما جميع الجنسيات كيتزوجوا ولاد بلادهم، جات بدك مصر. خليهم غاديين في هذه الموضه ديالهم، وغادي نشوفوا النتيجه فيما بعد. لكن ما لفت انتباهي واحد التعليق ديال اخت جزائريه، وكان تعليق خطير وحقيقي ومصيب. وبغيت نوجه رساله للشباب المغربي ورجال المغرب باش يفيقوا حتى هما، لانه سكوتهم على هذه الظواهر ادى الى انتشارها. لو كان الشباب المغربي فاق من الاول وتصدى لهذه الموجه الخبيثه الشيطانيه من بدايه سارة كول، من بدايه مايا دبش وغيرهم، يجب ان تقطع يد الافعال، يجب ان تقطع من الراس. هذه الفتنه عندما يتم السكوت على هذه الفتنه فانها تمتد وتنتشر. وفعلا هذه الفتنه انتشرت في الجروبات، انتشرت في القنوات التلفزيونيه، وبل وعندها اجندات من داخل المخزن يشجعونها لغرض في نفس يعقوب وفي نفس هاد الماسونيين اللي باغيين يدمروا المغرب في اطار هذا المخطط العولمي. خلينا نشوفوا شنو قالت هذه الاخت. هذه قالت بانه هذه الجزائريه قالت بان المغربيات قاعدين يجروا وراء المشارقه ويسبوا في ولاد بلادهم المغاربه، مع ان الرجل المغربي لراس المصري والمشرقي عموما صابوا. هذا شنو قالت تحديدا؟ قال صابوا ولاد بلادهم اللي ساتر وصابر عليهم وجبروا وتجبريهم يسبوا فيهم ويطلعوا فيهم عيوب الدنيا. هذا فعلا حقيقي، لانه منذ بدايه هذه الموجه الخبيثه الشيطانيه خرجوا جروبات، خرجوا صفحات المغربيات كيبقاو في اليوتيوب وفي الجروبات وفي الصفحات وكيسبوا الرجل المغربي. هذا الرجل المغربي ماشي مزيان، هذا الرجل المغربي خايب، الا ما كيعاملش المراه مزيان. وشويه خرجت دوك الوسخات تبدا يهضروا في مواضيع كذا وكذا وكذا، مواضيع اخرى من غير هذه المواضيع. المهم اي شيء في الطعن في الرجل المغربي هما غاديين فيه. والغريب انه الشباب والرجال في المغرب ساكتين. سكوتهم ادى الى انتشار هذه الظاهره وانتشار هذا الورم السرطاني، فانتشر بصفه كبيره. وهي قالت هنا الغلطه من الرجل المغربي لسنوات وهو ساكت على افعال المغربيات ويغطي عليهم ويستر عليهم حتى رجعوه بدون قيمه. وهنا اتفق معها، لانه من سنوات كانت هذه الظاهره وهي غادا كتكاثر، ولكن للاسف الشباب ولا الرجال في المغرب ما وقفوش وقفه رجل واحد لمحاربتها، بل داروا واحد النوع من اللامبالاه وخلاوها وما حد اللامبالاه كاينه، وهي تنتشر هذه الظاهره مثل السرطان، حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه من هذه المصيبه اللي وصلنا لها. لان ما بقاش السرطان انتشر في الجسد كله، يعني السرطان ما بقاش، كان السرطان قليل لو تم بتره سينتهي، ولكن تم خلاو ذاك السرطان وبقى كينتشر الى ان وصلنا الى هذه المرحله الخطيره.
قالت هذه لازم المغربي يدير موقف صارم ويقف ضد واش صار. آه يعني هذه عندها الحق، وحتى انا كنحمل المسؤوليه انتشار هذه الظواهر الخبيثه، لان للسكوت الرجل المغربي والشباب المغربي على هذه الظاهره. وما زلت اناشد الشباب المغربي والرجال المغرب خاصكم تفيقوا، يجب محاربه هذه الظاهره واجتثاثها من جذورها، واقامه حمله اعلاميه منظمه ضد هذه الجروبات وهذه الصفحات وهاد اتباع الدبش وهاد اتباع سارقون وهاد اتباع جروبات اجمل نساء الكون وهذه القنوات اليوتيوب المغربيه وبنغالي مغربيه ومصريه ومغربيه وسنغاليه، هادنا في مهب الريح. اما رسالتي لهاد المغربيات اللي غاديين مع هذا التيار الشيطاني وهذه الموجه الشيطانيه، تنقول لكم مصيركم غادي يكون واحد مزبله التاريخ، مصيركم غادي يكون مزبله التاريخ. إذا استمريتوا في هذا المسار الهلاك والانقراض مصيركم.